السلام عليكم صاحبي وحبيبي واخويا الغاوي. هقول لك النهارده ازاي تتفادى حالات الاسهال عند الحمام، ان هي ما تجيش اصلا، يعني تمنع المرض قبل حدوثه. تمام. بص، معظم او اغلبيه حالات الاسهال عند الحمام بجميع انواعها اسهال شفاف، اخضر فاتح، بني، الالوانات كلها اللي انت عارفها في حالات الاسهال دي ليها حل وقائي غير العلاج وقائي. فانت لو عندك الحمام بتاعك سليم ما عندوش حالات الاسهال دي، اقول لك على حاجه بسيطه تعملها هتخلي الحمام عندك ما تجيلوش حالات الاسهال. اولا عشان تعرف حالات الاسهال دي بتيجي منين، بنسبه 80% من الكلفه مش نضيفه. طيب ايه هي الحاجه اللي انت هتعملها تحمي الحمام بتاعك وقايه الحمام بتاعك من الاسهال؟ وهي تعفر الكلفه. يعني ايه اعفر الكلفه؟ تعفر الكلفه يعني حضرتك هتنزل عند العطار، هتجيب ب5 جنيه بودرة بصل، ب5 جنيه بودرة توم، ب5 جنيه كركم، هتاخد معلقة صغيرة من كل، على حسب طبعا كمية الكلفة اللي انت هتحط عليها. تمام. لو فرضنا على مثلا كيلو كلفة، تحط عليه معلقة صغيرة، معلقة الشاي الصغيرة من كل حاجة، معلقة بودرة بصل، معلقة بودرة توم، معلقة كركم. تمام. ولو عندك ليمونة اديله نص ليمونة على الكلفة، وقلب الكلفة في بعضها. انت كده عملت وقاية للحمام بتاعك من الاسهال ومن امراض تانية كتير. تمام يا رجالة؟ فيديو مفيد، عايزك تستفيد. الحمام بتاعك مع احمد مصري هيبقى حديد. سلام اخواتي.